في الحلقة السابقة من حكاية توموشيكا ويوغري شاهدنا كيف انتقلوا فجأة إلى عالم آخر، وكيف منح جميع الطلاب قوة سحرية من قبل الحاكمة شيونا باستثناء توموشيكا ويوغري. لذلك تخلى عنهم كل أصدقائهم داخل الحافلة من أجل أن يلتهموا التنين، لكن يوغري كان له رأي آخر في ذلك. اكتشفنا أنه يمتلك قوة رهيبة جدا، حيث أنه استطاع أن يقضي على التنين بمجرد أن اقترب منهم. وانطلق مع توموشيكا في رحلة البحث عن طريق العودة لعالمهم الأصلي، لكن أثناء ذلك حاول العديد من الأشرار أن يعترضون طريقهم لإلقاء القبض على يوغري حامل قدرة الموت الفوري. ومن هنا تبدأ الحكاية. استغربت الحاكمة لين كيف يمكن لشخص خالد مثلها أن يموت في نسخها، وقالت لها خادمتها: هل تأكدت الآن أنه أقوى منك بكثير؟ وكانت مبسوطة جدا وقررت أنها تصنع نسخة جديدة منها، ولكن وفجأة تفاعلت عليه تعويضة الموت وشعرت أن جسدها الأصلي في بعد آخر مات، وعلى الفور وقعت على الأرض، لكنها كانت تشعر بالسعادة وأردفت قائلة أن بهذه الطريقة نستطيع إنقاذ الفتاة. وعندما اختفى جسد الحاكمة لين نجد فتاة فتحت عيونها، وبعد نرى يوغري وهو يبحث عن عمدة المدينة ليجد لهم طريق الخروج من المدينة. في نفس ذلك الأثناء نرى أن كل هجمات الحاكمين لين بدأت أن تتلاشى وتختفي، فنعود للقلعة حيث نرى الفتاة تستيقظ من تابوت، وأشارت بأنها تحولت إلى مصاص دماء، ووجدت حاجز سحري موجودا فيه رسالة من حكيمة لين مكتوبا فيها: لقد نمت أنا واستيقظت أنت، وبمعنى آخر أنا هي أنت، ولكن في نفس الوقت أنت شخص مفصول عني وليس لك أي شيء من ذكرياتي. بعد نرى أن عمدة المدينة يشكر توموشيكا ويوغري لأنهم ساعدوه وأعطاهم شحنة حتى يغادرون المدينة بها. وبعد أن صعدوا على متن الشاحنة نجد أن يوغري يلعب بهاتفه، وكانت تتولى توموشيكا قيادة الشاحنة واتجهوا مسرعين برا المدينة، حيث نجد فتاة الساموراي التي تدعى ريوكو تقاتل وحشا ضخما جدا. وبعد تعود للمخيم حيث يوجد فيه كل الطلبة، لكنها انصدمت عندما رأت الفتاة كارول موجودة أيضا في المخيم، واتضح أنها فتاة من النينجا ومختصة في العمليات السرية. وقالت لها: لقد أخذت منك هذا الموبايل سرا من أجل أن أرى الأدلة التي كنت تراقبين بها يوغري. وتقول لها ريوكو أنهم جهزوا قمر صناعي حصري من حتى يتمكنوا من مراقبة يوغري. في نفس ذلك الأثناء يصل إنذارا إلى ريوكو أن الباب الأول انفتح. بعد ذلك نرى توموشيكا وهي تقود الشاحنة، وبسبب الرعب والارتباك كادت أن تعمل حوادث كثيرة، في حين أن يوغري يغطو في نوم عميق. تخبر موكو ألا يتضيع وقتها في الحديث مع يوغري لأنه يغطو في نوم عميق ولن يستيقظ أبدا، لكن توموشيكا كانت تتعجب منه لأنه نائم وغير مبال بشيء. ونرى أن يوغري نائما ويحلم بنفسه وهو صغير، ونجد أن هناك فتاة تسميه يوغري وكانت تعلمه كيف يتعامل مع الآخرين يوغري. واتضح أن اسم هذه الفتاة هو أساكا، وعلمنا أنها تشتغل في المختبر، وعندما قرأت شروط العمل قررت أنها تترك كل الشغل وتستقيل، ولكن المدير بتاعها رفض أنها تستقيل وأخذ يعرف على المختبر السري. لكن مع ذلك شعرت أساكا بالخوف وسألته عن نوع العمل الذي يريدها أن تقوم به، فيخبرها أنه يريدها أن تعتني بالوحش. هنا أساكا على الفور شعرت بالخوف، لكن ربما أنها لم تفهم قصدها، وفورا انفتح الباب أمامها فوجئت بممر السري شكلها مرعب. وعندما بدأوا يخطون هذا الممر الغريب والمخيف بدأت أساكا تشعر بالخوف والقلق، مما دفعها تسأله إلى أين يريد أن يأخذها. يخبرها بكل بساطة أنه سيأخذها إلى مكان عملها، ويخبرها أنهم وجدوا طفل غريب عنده قدرة مرعبة، ويوضح لها أن هذا الطفل يملك قدرة مرعبة جدا حيث يستطيع قتل أي شخص بمجرد التفكير فيه. فبدأ الخوف يتسلل إلى قلب أساكا. ردت قائلة: أفهم من كلامك أنك تريدني أن أبقى مع هذا الطفل؟ رد عليه قائلا: نعم بالضبط، وهذا لأنك فتاة عبقرية وأنت الوحيدة التي تستطيعين التعامل معه. وبعدها أعطاها ورقة ستجد فيها جميع التعليمات التي يجب عليها أن تتبعها. وفجأة فتحت بوابة غريبة لتجد نفسها بعدها في عالم آخر، تتبع الخريطة التي تحملها في يدها وتصل إلى المنزل الذي ستعيش فيه هذه الفترات. وفي هذا المنزل نجد يوغري، لقد كانت خائفة جدا منه. المهم فتحت الباب ووجدت ولدا صغيرا يجلس على الأرض. يوغري بعدها بدأ يضحك معها، وشعرت أساكا بالاستياء من هذه المنظمة الغريبة، وتقول كيف يمكنهم أن يتركوا ولدا صغيرا في مكان كبير كهذا. وتقول ليوغري: لماذا صغيت لكلامهم كل هذه المدة؟ ولكن وفجأة يوغري لاحظ أن هناك شبح خلف أساكا وكان يحاول اغتيالها، ولكن هنا يوغري استعمل قدرته وقتل الشبح على الفور، ويخبر بأن هذا الشبح كان يراقبها طول الوقت وينتظر الفرصة المناسبة للقضاء عليها. بعد أساكا بدأت تعرف على نفسها، تخبر بأن اسمه أساكا ويقول لها: اسمي ألفا أوميغا، ويخبرها أن هذا الاسم اختارتها له هذه المنظمة السرية. ثم يعودون إلى المنزل حتى تجهز لها الطعام، وتقوم أساكا بإعداد لها ألد وجبة، وعندما يأكلها يكون طعمها لذيذ جدا. وتبدأ أساكا في التفكير في اسم له، وتقرر أنها تسميه يوغري. ويستيقظ يوغري بعد ذلك من حلمه، وتقول له توموشيكا: كنا نتحرك بسرعة كبيرة وكنا سنرتطم بصخرة ضخمة وكدنا أن نموت، كيف تستطيع أن تنام بهذه الطريقة بلا وعي؟ فلا تشعر بشيء. يجيبها قائلا: لقد استخدمت قدرتي السحرية بشكل مكثف خلال الفترة السابقة، ولذلك شعرت بالتعب والإرهاق وكان علي أن أنام. بعدها يسأل يوغري قائلا: لماذا يحتتم علينا أن نذهب إلى العاصمة؟ وترد عليه وهي غاضبة: كيف لك أن تطرح مثل هذه الأسئلة الآن؟
ويقول لها أن هدفنا أننا نرجع إلى عالمنا مرة أخرى. حتى أن نستطيع أن نرجع يجب أن نقابل الحاكمة شيون. قد تكون هناك طريقة أخرى حتى نقابلها مرة أخرى دون أن نذهب إلى العاصمة الملكية. تقول توموشيكا أن كل زمائلهم تقريبا موجودين في العاصمة الملكية، وعندما بدأوا التحرك بالشاحنة مجددا فوجئوا أنهم ارتطموا بشيء غريب، واتضح أنه تنين ضخم للغاية. وعلى الفور بدأ التنين أنه يهجم عليهم، ولكن يوغري استطاع أنه يقضي عليه بسهولة. لكن فوجئوا أن هناك عدد كبير جدا من التنانين كانت تحاول الهجوم عليهم وقتلهم. وتقول توموشيكا بوضوح: يبدو أننا وصلنا إلى منطقتهم، ولكن يوغري لا يمزح معهم في الحال، يقوم بقتلهم جميعا. بعد يظهر تنينا ذهبيا ضخما ويعرف باسم التنين الرعد. تبدأ توموشيكا في الشعور بالخوف الشديد وتعتقد أنه يريد الهجوم عليهم، لكن يوغري يقول له: أشعر بأنه لا ينوي الهجوم علينا. ويتفاجئون بأن التنين هرب على الفور، ولكن يوغري ينادي عليه ويقول له: بما أنك تفهم لغتنا من الأفضل لك أن تأتي إلى هنا أو سيكون مصيرك مثل أصدقائك. بعد أن الفتاة الصغيرة تجلس أمام يوغري وتشعر بالقدح بأنها هي التي كانت واخذة تحول التنين الذهب، وتقول إلى يوغري: لماذا هجمتم علينا؟ وتقول في رعب: يبدو أن تم الكشف عني. فيسألها يوغري: لماذا قمتم بالهجوم علينا؟ فتقول له: كنت أريد اختبار قوتي لمعرفة ما إذا كنت مؤهل لمقابلة سيد السيف أم لا. يوغري يسألها: من هو سيد السيف الذي تتحدثين عنه؟ فتجيب الفتاة في غرابة: لستم هنا لمقابلة سيد السيف؟ فيقول لها: نحن كنا في طريقنا إلى العاصمة الملكية من البداية. تخبرهم بأن سيد السيف موجودا في الوادي هنا، ويمكن أيضا أن يمنحهم العديد من الهدايا. استفزها يوغري ويقول لها: ماذا سنفعل بهذه الهدايا؟ لسنا مستعدين لمقابلتها. تركوها وراحوا. فازدادت غضبا وقالت لهم: انتظروا لا تذهبوا، لأنه طلب مني أن أحضر بعض المرشحين الذين سيصبحون حكماء في المستقبل، وأنا سأخبركم بالطريقة التي تعيدكم بها إلى عالمكم. وتقول لهم: إذا التقيتم بسيد السيف سأخبركم بالطريقة التي تأخذكم إلى العاصمة الملكية. وعرفنا أن اسم هذه الفتاة هو أتيلا، وأخذتهم بعد إلى مكان في الغابة حيث يكون هناك الكثيرون. وتقول أتيلا: جميع هؤلاء الحاضرون سيفون، وهدفهم أن يصبحوا سيد السيف في المستقبل. ثم يظهر سيد السيف بعد اختباراته ويقول: ابدأوا في قتال بعضكم حتى أقول كفى. ويعلن أن سيكون هناك عقاب لمن يهرب. يشعر يوغري بالإزعاج من سلوك سيد السيف، ثم ينادوا بعقاب من يهرب. يبدأون في القتال، ويشعر يوغري بالإزعاج من هذا المكان. يرى أحدهم قادما ليقتله ويستخدم قوته السحرية للدفاع عن نفسه، لكن يتدخل أحد الفرسان ويقول له: سأدافع عنك. ويبدأ في قتلهم جميعا. ويلاحظ يوغري أن بعضهم يخطط لقتله، لذلك يستخدم قوته ويقضي عليهم. ولكن الولد يعتقد أن سيد السيف قام بفعل ذلك، ويقول بثقة أنه بالتأكيد يعاقبه. وفجأة انتبه توموشيكا إلى أن هناك شخصا قد قتل التو، وطلب منها تسليم الحجر الذي يقع أمامها. عندما أمسك به تفاعلت قوة غريبة وعاد إلى حالته الطبيعية مرة أخرى. ثم قال لهم سيد السيف: بعد ذلك لنكمل التدريب في مكان آخر. أتيلا طلبت من يوغري المشاركة في المنافسة، فرد عليها يوغري ويقول لها: أنت قلت أننا سنقابل سيد السيف فقط. لكنها قالت لهم: إذا أصبحتما فرسانا من فرسان الملك المقدس فأنا قد أكون من أتباعك. بدأ يوغري يسأل عن هذا الملك المقدس، فأخبره المقاتل ريك أن الملك المقدس هو الذي ختم سيد الظلام الذي كان موجودا في الغابة. فيقول له بأن أتباعه لا يزالون يحاولون فك الخاتم ويرجعونه مرة أخرى. توموشيكا تسأل الولد الثاني عن الحجر السحري الغريب الذي كان معها، فيخبر بأن الحجر يمكنه الشفاء من أي ضرر. فجأة يجدون أمامهم حاجز سحري غريب للغاية، وعندما يتجاوزون الحاجز يظهر الشبح موكو ويستدعون للإسراع بسبب وجود شرير ينتظرهم. يشعر يوغري بشيء غريب، لكن سيد السيف يستدعون للدخول مبنى كبير. وعندما يصعدون إلى السطح يريهم سيد السيف ذائرة سحرية تدعى نهاية العالم. تحاول توموشيكا التركيز على الذائرة لتلاحظ أن هناك شخصان ميتان. الرجل يرتدي لباسا أسودا وفتاة ترتدي لباسا أبيض، وواضحا من طعنة السيف أنها مخاطرة من الفتاة. يخبرها ريك بأن هؤلاء هي الملكة المقدسة وسيد الظلام. بعد ذلك يعلن سيد السيف بدء اختيار الفارس المقدس، حيث يجب عليهم النزول من الطابق الأخير إلى الطابق الأول، ومعهم مهلة 24 ساعة. يدرك أيضا أن عليهم جمع 100 نقطة قبل الوصول إلى الطابق الأول. تلاحظ توموشيكا ظهور مشاركين جدد لم يكونوا في الأول، ومن الواضح أن كل شخص منهم يمتلك قدرة خاصة. وتلاحظ أيضا أن يوغري ليس على طبيعته، فتقول: ماذا يجري لك يا يوغري؟ فيقول لها: هل تتذكرين الجو الغريب الذي شعرنا به عندما مرينا من البوابة السحرية؟ ويقترب منها ويهمس في أذنها قائلا: لكننا لا نعرف ماذا قال لها حتى الآن. عندما يبدأون في التحرك نحو البوابة يجدون مقاتل تدعى فريديك تطلب من لينيل أن يعطيها حجر تجديد السحر لتجديد سحرها. فيقول لها: أنا آسف، الحجر لا يعمل عليك، هو يعمل علي فقط. وتضايق وترمي الحجر على الأرض. فيقول له ريك: لا تزعل، هيا بنا ندخل إلى البرج. وعندما يدخلون البرج يجدون عدد كبير من القتلى. فيقول ريك: من الواضح أن الوحوش والأفخاخ التي في الداخل قد أوقعت
بأي شخص داخل البرج، يحذروا من أخذ الحيطة ألا يقعون في الأفخاخ، لكن لينيل يفعل ذلك بالخطأ ويصبه ساما بالجدار، فيستخدم حجر السحر لعلاج نفسه ويقول لها هيا بنا نواصل طريقنا. ويقوم لينيل بفتح الباب، وفور أن فعل اختفى لينيل ويبدو أنه وقع في الفخ. عندما فتح ريك الباب للمرة الثانية ليبحث عن لينيل، يجد مقاتل تدعى تيريزا التي تخبر أنه لا ينبغي لها أن يتحدث إليها بهذه الطريقة، وتشير أنها كانت فارسة مقدسة قبل فصلها، وتقول لهم الطريقة الوحيدة لجمع النقاط داخل البرج هي بقتل أي شخص أمامك. وتخبرهم تيريزا بأنها قالت المشاركة مرة أخرى في الاختبار لاستعادة لقبها بعد فصلها. وعندما تنظر توموشيكا نحوها تدرك أنها محاصرة بخيوط قوية وحادة والتي تستخدم دائما للقتال. تبدأ تيريزا في الهجوم على ريك بخيوطه الحادة، لكن ريك تصدى لكل هجماتها، وفجأة استخدم يوغري السحر وقضى عليها في ثواني. بعد ذلك لمح يوغري يد لينين المقطوعة وكانت تحتوي على حجر سحري، وفي الجانب الآخر يلاحظون جسد لينين ملقى على الأرض، ويطلب من توموشيكا أن تضع لها الحجر السحري في يدها المتبقية حتى يعالج نفسه. المهم يستمرون في طريقهم ووصلوا إلى الدور الثامن، وتستقبل موظفة الاستقبال وتخبرهم بأن لا يوجد خطر في هذا الدور ويمكن الاستراحة حتى اليوم التالي لمواصلة التحدي. وفي هذا الوقت انفصل كل فرد عن الآخر ودخلوا إلى غرفهم الخاصة للاستراحة، ولكن يوغري وتوموشيكا يضطرون للنوم في نفس الغرفة. ونرى بعد ذلك يوغري يغير ملابسه ويتمدد على السرير وينام على الفوق، ثم نرى لينيل وهو موجودا في غرفته حيث تصلها رسالة تخبر أنها يمكن تجديد أدواته السحرية. ينجح في الحصول على العديد من الأحجار السحرية، وفجأة تتحول هذه الأحجار وتظهر أمامه ملكة السحر وتخبر أنها قامت بتجديد مسار العشوائي، بما يعني نقطة تحرك ستكون من غرفته إذا مات. ويقول لها هل أصابك الجنون؟ البرج الذي أنا موجود فيه خطير للغاية. ولكنها تختفي فجأة من أمامه قبل أن يكمل حديثه. ونعود إلى سيد السيف الذي يراقب المتسابقين، حيث تخبر المساعدة بأن عدد القتلى ليس متناسبا مع عدد الأرواح في البرج، وتطلب منه تفعيل الحجر الثاني لإعادة تشغيل الحجر الأول. ونشاهد ولد يتشاجر مع فتاة تطاردها ويقول لها هل أنت هنا لتجنيدك حكيم أليس كذلك؟ وتقول لها أنهم قد أخبروه بأنه يجب أن تقتله إذا رفض. تبدأ بفحصها لتتأكد ما إذا كان هو الشخص المناسب، ويتظهر لها إحصائيات التي مكتوبا فيها جميع معلومات، وتتضح أن ريكوتو وصل حديثا إلى هذا العالم وحصل على قوة سحرية كبيرة، وقرر بناء منزل في الغابة والعيش حياة سليمة، ويقوم بالهجوم عليه بقوته السحرية، ولكنها تتصدى لهجومه بنفس قوته السحرية وتنتصر عليه، وتخبر أنها قادرة على تقييد أي هجوم سحري موجود في هذا العالم. يحاول ويقرر استخدام قدرة الله بالدفع، ولكنها لا تعمل معه، فتخبر أنهم قاموا بسحب كل ما تبقى من قوته السحرية، ويستخدم سيفه لقتلها، لكن تظهر فجأة خنجر صغير وتهاجمه وتقتله. تصلها رسالة من الخنجر السحري الذي تحمل معها، ويخبرها بأن هدفها التالي هو يوغري وتوموشيكا. وعندما تبدأ في التحرك تسمع شخصا ينادي عليها، ويظهر أنه الفتى السمين الذي يحمل قدرة الشفاء الذي كان سيقتل يوغري وتركه العيش داخل الغابة. يخبرها بأنه التقى بريكيتو الذي قتلته قبل قليل، وقرر أن يسمح لها بالعيش معه، لكن بعد موته الآن ليس لديه مكان للذهاب إليه، ويريدها أن تأخذ معه، وعرض عليها أن يكون خادما له حتى لا تتركها وحده. تطلب منه أن ينضم إليها في مهمة قتل يوغري وتوموشيكا، ولكن عندما يسمع يوغري يكون خائفا جدا ويطلب منها أن تتركها يذهب لأنه لا يرغب في مواجهتها مرة أخرى. عندما تستيقظ توموشيكا من النوم تلاحظ أن العفريتة موكو ملتصقة بالحائط وتتوسل لها بمساعدتها قبل أن تموت. تخبر أن البرج يحتوي على أرواح موتى كثيرة، لذا كل من يقترب الحائط يجذبه ويقتله. وفجأة يستيقظ يوغري على صوته ويقترب من الحائط، وبسرعة قتل كل الأرواح الموجودة فيها وأنقذ موكو. ويقول ما السبب الذي يجعل أرواح الموتى تدخل البرج، ويقول لها أكيد هناك سببا معينا. يقول توموشيكا أريدك أن تستعدي لأنني سأقتل أي شخص أراه على الألف. ترد توموشيكا قائلة عندما تستخدم قوتك السحرية وتقتل أي شخص أشعر أنني من استخدم هذه القوة، لذا تعودت على قوتك السحرية ولم أعود أخاف منها. نرجع للمقاتل المجهول، حيث نرى الفتى السمين الذي يبكي ويطلب منها أن يعود دون مقابلة يوغري، وفجأة يظهر أمامهم تنين ضخم كهربائيا وتحاول استخدام قوتها الغريبة لدفعه بعيدا عنها، لكن التنين لا يستسلم ويقرر الهجوم عليها، فتستخدم نفس الخنجر الذي معه وتقوم بقطع رأسه. وعندما يموت التنين يظهر قنفذ شيطاني من جواه ويهرب، وتسحب الفتى السمين من رأسه وتقول له أن يتحرك، لكنه يصارخ خائفا في مقابلة يوغري. ونعود للتحدي داخل البرج، ونرى أن يوغري قتل جميع الأفخاخ الموجودة في طابقه، لكن فجأة يظهر شخصا مفاجئا أمامه ويقول له ألا ترى أن هذا الغش أمرا فظيعا؟ فيصابون بالدهشة ولا يعرفون من أين ظهر تماما، فيقول لهم أنا الشخص الذي صنع كل الأفخاخ الموجودة في البرج، ولذلك يمكن الظهور من أي مكان أرغب فيه. ويخبرهم بأن بعد كل المجهود الذي بذلوه فلن يسمح لهم بالمرور بسهولة، ويقول لا نحن نريد أن نخرج من البرج ولا يهمنا أي شيء آخر. ويقول لهم ساحر البرج بأنه موجود لحماية الحواجز التي تختم سيد الظلام، وإذا تدمرت كل الحواجز والأفخاخ فإنكم ستتسببون في مشاكل كبيرة. ويقول لها يوغري حسنا لن ندمر أي شيء إذا تركتنا نذهب. ويقول لها الساحر هل تعتقد أنني سأصدق كلام شخص يستطيع تدمير كل الأفخاخ بسهولة؟ يوغري بعد ذلك ضجر من كلامه واستخدم قوته وقضى
وقضى عليه. نعود لسيد السيف حيث يجد أن جميع الحواجز الموجودة داخل البرج بدأت أن تتعطل واحدة تلو الآخر، ونجد أن المقاتل ريك استطاع أن يجمع 100 نقطة من قتال داخل البرج، وأثناء ذلك أن يجد الفارس التي كانت تساعد لينين في القضاء على الفرسان من أجل أن يجمع النقاط. بالفعل في نهاية المطاف استطاع أن يقتل واحد من الفرسان الموجودين داخل البرج. ونعود بعد ذلك إلى يوغيري نجده أمام ساحة قتال كبيرة جدا. نشاهد أن هناك 2 من الأشخاص يحاربون بعضهم، واتضح أن هناك زعيم يدعى ماساكي والمقاتلة التابعة لها اسمها شيرو، وكانت تقاتل واحد من أصناف ملك الشياطين. وعندما يكتشفون حقيقتها تهاجم شيرو بقوة ويطير السيف الذي معها، لكن تزداد سرعتها وقوتها فور أن تركت السيف. وأثناء قتالهم مع بعض يوغيري ينادي على ماساكي ويقول لها لو سمحت ممكن أن تتركونا نمر ونحن نعدكم بأننا نتدخل في أشيائكم الغريبة التي تفعلونها. ويقترح عليهم ماساكي أنهم ينضمون إلى قتالهم، وذلك بسبب أن تلاميذه لم يحصلوا على نقاط. يرد عليه يوغيري ويقول لا أنا لدي 6 نقاط وغير مهتم بجمع النقاط أصلا. ماساكي يغضب من كلام يوغيري وبدأ في تهديده قائلا لدينا مقاتلين يستطيعون التحكم في كل أنواع السحر، والآن أنا سأقتلك وسأترك فقط الفتاة الشيطانية لوقت آخر. مما جعل يوغيري ينفجر من الغضب وقام باستخدام قوته وقتل كل المقاتلين في لمح البصر. ماساكي عندما مر من أمامه يوغيري ينفجر بالغضب ويقول لها هل تعتقد أني سأتركك تمر بهذه السهولة؟ لكن يوغيري لا يمزح أبدا واستخدم قوته وقضى عليه في لمح البصر. توموشيكا تسأل لماذا قضيت عليه؟ فيقول لنا هذا مجرد شخص مخادع وكان يريدنا أننا نقع في الفخ. لقد كانت الفتاة نصف شيطان متفاجئة جدا من قوة يوغيري الهائلة، فتقول له أنا أريد أن أطلب منك طلبا مهما جدا، وتضع أن اسم البنت نصف شيطان سيا وتبحث عن أختها الصغيرة. وتقول يوغيري لقد وصلت لهنا لأنني علمت أن شعبي محتجزا في هذا المكان. فتقول لها توموشيكا هل تريدين أن نساعدك في العثور على أختك؟ تقول لها نعم بالضبط، وتخبرهم بأنهم إذا ساعدوها سيكونوا أعداء سيد السيف. يوغيري يخبرها بأنهم أصلا أعداء لأنهم دمروا كل شيء موجودا داخل القلعة، ويخبرها بأنها قدرة السحرية ليست مؤهلة بشكل كبير حتى يجدون أختها، وحتى نجد أختك أخبرنا ما هي الطريقة وسنساعدك. يقول لها هل لديك أي معلومات في المكان الذي تريدين أننا نبحث فيها؟ فتقول لها في احتمال كبير أنهم محبوسين تحت الأرض. تصل بعدها ريك ولينيل ونرى أن المقاتلة فريديكا تتشاجر مع لينيل لأنه بسبب فشله في جمع النقاط. يوغيري بعد يصل إلى الغرفة التي موجودا فيها السيد السيف الذي يخبرهم بأن وقت المسابقة انتهى وأن الذين فازوا منكم 17 فقط. لكن فجأة يأتي المساعدين ويخبرون بأن البرج سينهار قريبا، وأن الحاجز الأول الذي تم بناؤه حول البرج تقريبا قد دمر، وأن الآن لا يوجد سوى الحاجز الثاني. ويبدو أيضا أن أتباع سيد الظلام قد اقتربوا من اختراق الحاجز الثاني، وفجأة يسمعون صوت انفجار قوي جدا. تتدخل فتاة من البرج واستطاعت أن تخترق الحاجز الأول والثاني، وفجأة يظهر أحد أتباع سيد الظلام ويقول لهم لو فجرت البرج فإن الحاجز الأول والثاني أيضا سيتم تدميره. ويقول سيد السيف كنت متأكد من أن شيئا مثل هذا سيحدث بعد 3 أيام. فيقول لهم إذا لم تهزموا أتباع سيد الظلام الآن فسينتهي الأمر بالجنس البشري بأسره. ويقرر يوغيري أن يأخذ سيا وتوموشيكا ويقول لهم هذه فرصتنا لنبحث تحت الأرض الآن. تسأل توموشيكا ألن تفعل شيئا؟ يجيبها إذا قتلت أتباع سيد الظلام فسيلوحد سيد السيف ويأخذه بعين الاعتبار، لذا قررت أترك هذه المسافة والبحث عن أخت سيا الصغيرة. وبعدها نرى لينيل خائفا ويقول لريك هيا بنا دعنا نهرب من هنا بسرعة. ويجيب ريك قائلا لا يوجد وقت للهروب، لسنا جبناء حتى نهرب ونترك سيد السيف. ونرى أحد أتباع ملك الظلام ويقول إلى سيد السيف إنه يريد الطريقة التي يمكن من خلالها إلغاء ختم سيد الظلام، ويقول له هل تعتقد بأن بعد تدمير برج يمكن أن أقدم لك هذه المعلومات بسهولة؟ ويبدأ في قتل المقاتلين واحد تلو الآخر، ويقول له إذا لم تخبرني بالطريقة إلغاء خاتم سيد الظلام سأواصل قتلهم واحد تلو الآخر. وفجأة يهاجم أحد المقاتلين وينشأ نسخ كثيرة منها، لكن يقضي عليهم جميعا بسرعة. وتغضب فريديكا وتطلق كرة ضوئية ضخمة لمهاجمته، لكنه يتمكن من إيقاف هجومها وتدمير الكرة الضوئية بسهولة. وفجأة يظهرون أتباع وراها، واحد فيهم يقول لو أصابتني هذه الهجمة لاحترقت، وتضح أن اسمهم لوت وأوريجينا. وفجأة فريديكا تستخدم عصاها السحرية وتهجم عليه، ولكن يستطيعون من إيقاف هجومها بسهولة وتحويل العصا إلى حلوى. يهجم ريك عليه ولكن يتفادون هجومه بسهولة، ويقول له يبدو أن ريك هذا أقوى منك قليلا. يستمر ريك في الهجوم عليه، لكن لوك يتفادى كل هجومه. في نفس ذلك الأثناء لين تصلها رسالة من الحجر السحري ويقول هذه الفرصة المناسبة لنفعل ذلك، ويقوم بتفعيل الحجر وتظهر ملكة السحر ويفرح جدا. ويقول لها هل جئت فقط لتطمئن علي؟ تلقي نظرة على أتباع سيد الظلام وتقول له أنت خائف منهم، اترك لي هذا الموضوع ولا تقلق. ويفرح لينيل وعرف بأنها ستنتهي منهم بسرعة، ولكن ينصدم عندما يرحب لوتو وأورجين بها، ويبدو أنهم يعرفونها منذ مدة طويلة. وتقول لهم أنا ملكة السحر ولم أراكم منذ مدة، لكي لا أكذب عليكم هم أصدقائي في الأصل. يسألها ويقول لها ألم تقولي بأنك ستساعدني وتقضي عليهم؟ تجيبه تقريبا يا عيني الصبي انصدم ويشعر بأنها أيضا انضمت إلى صفهم. نرجع ليوغيري وتوموشيكا
ويلاحظون شيئا غريبا في السلالم التي يعبرون من خلالها، يشعرون كأنهم في طريق لا نهاية له. تقول توموشيكا ليوغري: أنت قادر على تدمير الحاجز مثل ما فعلت حتى تنقذ موكو. يجيب: لا أستطيع تدمير هذا الحاجز، فقد يكون شعبسية هم الذين بنوه بالأصل، وإذا دمرته فسيكونون في خطر. وفجأة تشعر توموشيكا بوجود سيف يمر من خلال جسمها، وبعد ذلك ستجد بابا غريبا تحت الأرض، وتقول: أشعر بوجود شيء غريبا وراء هذا الباب. ويدخلون وينصدمون بوجود شعبها في أنابيب اختبار لاستخراج قوتهم السحرية. لقد قرروا استخدام هذه القوة لختم ملك الظلام، وتقرر سيا الانتقام من سيد السيف وقتله بيدها. وتقول توموشيكا بعد ذلك: ماذا سنفعل الآن؟ يجيب يوغري قائلا: سنرجع عندهم مرة أخرى وسنعرف كيف سنتصرف معهم. نرجع إلى ناحية سيد السيف مرة أخرى ونلاحظ أن الموقف قد تعقد بشكل كبير. يقول إلى ريك: أنت ستكون خليفتي وستصبح سيد السيف إذا مت. فيقول له ريك: ماذا تنوي أن تفعل بالضبط؟ يخبر بأنه سيستخدم الطاقة الباقية في البرج ويقاتل بها. لينين يسأل ملكة السحر ويقول لها: ما السبب الذي جعلك تقفين في صفهم؟ تجيب قائلا: لقد سبق وأن أخبرتك أنهم أصدقائي. ويظل يهدر الوقت ويشتت الانتباه حتى يستطيعون قتلهم. وتقول لهم ملكة السحر أن سيد الظلام حبيب موجودا داخل الختم، وإن أتباعي لم يستطيعون التغلب على سيد السيف، لذلك بحثت عن مغفل مثله ليساعدنا في مهمة البحث. لوت يخبر ملكة السحر أن الحادث قد اختفى. حينها ملكة السحر تظهر مرايا سحرية تظهر فيها الشخص الذي قتله يوغيري.